تعالوا كده نكمل نخش مع بعض في المحاضرة السادسة. أول حاجة عندي الشيرنج دوت. أنت بتعمل ايه؟ مثلا لو هعمل شير للإكس، فأنت بيبقى عندك الواي ثابت بس بيتغير تغيير بيتناسب طردي ده يعني. تمام. ولكن عموما الواي بيبقى ثابت. تمام. فتعالى مثلا هنا أهم حاجة في المحاضرة دي كلها تفهم الماتريكس عشان تقدر تكتبها. يعني هي مش ما تحفظهاش، افهمها عشان ما تتلخبطش. تمام. فأنا دلوقتي لو هعمل 2 دي شير along الإكس دايركشن، أنا هعمل شيرنج على الإكس دايركشن. تمام. فانت بتغير في ايه؟ هتغير في الاكس، يعني بتجيب الاكس وتضرب شير اكس في الواي، لكن الواي هنا بص ثابته. تمام. فالماتريكس عندي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عباره عن الواحد عادي بترص الواحد عادي. تمام. وبعد كده هنا احنا قلنا تعالى اضرب الصف ده، فهتقول لي الواحد في الاكس هيديك اكس. تمام. وبعد كده بتضرب ايه في الواي؟ الشير الاكس بتاعك. تمام. بس باقي الماتريكس عندك بتبقى ثابته زي ما هي. يعني الواي داش هتنزل بالواي عادي، الاكس داش بقى هي اللي بتبقى عباره عن اكس زائد الشير الاكس في الواي. فيبقى انت هنا دلوقتي بتحط شير الاكس هنا كده لما بتيجي تعمل على الاكس دايركشن. طب انا لو كنت هعمل شيرنج على الواي دايركشن، يبقى انا هغير في الواي، يبقى الاكس ثابته زي ما هي. تمام. يبقى انا دلوقتي عشان اغير في اعمل شيرنج في الواي، يبقى تشير الواي في الاكس زائد الواي نفسها. تمام. يبقى انت عشان تعملها بتحط تشير الواي دي هنا، وبقيه الماتريكس بتبقى مصفوفه الواحده زي ما هي. تمام. طب انا لو هعمل كومباينيشن ما بين الاثنين، يبقى تشيرنج الاكس كده وشيرنج الواي كده. تمام. دوت اللي احنا عملناهم فوق، انت يا دوبك بس هتدمجهم. طيب دوت بيوضح ايه هو الشيرنج. الترانسليشن بقى، انا عشان اعمل ترانسليشن فانت يا دوبك بس بتضيف على يعني بتضيف هنا كده، بتحط التي اكس تي واي تي زد عادي، يعني ما فيهاش اي مشكله. يعني انت المصفوفه بتاعتك اهي كده، المصفوفه بتاعتك كده، وبتضيف المقدار اللي انت عايز تضيفه هنا في التي اكس تي واي تي زد. تمام. انا دلوقتي يعني بيقول لك لو عايز تعمل ترانسليت بوسيتة واحد واحد واحد، فادي كده التلات واحد بترسهم هنا، ده التي اكس ده التي واي ده التي زد. طب عايز اعمل سكيلينج بقى. 3 دي سكيلينج عباره عن ايه؟ الماتريكس بتاعتنا احنا زي اللي قلناها في ال 2 دي، بس انت هنا ضفت بس اس زد. تمام. يعني ادي كده انت لو سكيلينج بتشتغل على القطر الرئيسي، بص اس اكس اس واي اس زد. تمام. طيب انا لو عايز اخد مثال دلوقتي، ايه هو المثال؟ مثلا انا عندي اوبجكت الاحداثيات بتاعته مثلا 2 0 سالب 4. دلوقتي بعد ما عملت له سكيل بقى 4 0 سالب 2، عملت ايه هنا في الاكس؟ ضربت في 2 تبقى اس اكس هتبقى باتنين. طيب الزيرو بقى زيرو يبقى واحد زي ما هو، السالب 4 بقى سالب 2 يبقى انا ضربت في النص بقيت بنص. دي كده معادلة ال 3 دي سكيلينج. طب انا هنا بقى بقول لك لو عايز اعمل سكيلينج مع ريسبكت سيلكت بوينت. تمام. الجزء ده بقى مهم جدا. يعني ايه ريسبكت سيلكت بوينت؟ انا دلوقتي لو هو بيقول لك مثلا مع سيلكت بوينت اكس واي، قصدي الاكس والواي والزد. تمام. تقدر تمثلها زي اول حاجه انا بنقل الفيكسد بوينت دي للاوريجن، يعني باخد دي هتنقل النقطه دي للاوريجن، وبعد كده هتعمل السكيل بتاعك، وبعد كده ترجع النقطه دي لمكانها الطبيعي. طب ده بيحصل ازاي؟ احنا هنمشي كده ها، انت العمليات بتاعتك بتمشي كده، بتبتدي من هنا ثم بتمشي كده. طيب انا دلوقتي عشان اخد النقطه دي انقلها، انا بقول لك سيلكت بوينت ريسبكت. تمام. يعني بص هو برضو كان قايل عليها ريسبكت، لو قلنا اللي هي بتاعت ريسبكت دي بوينت معينه، او فيكسد بوينت برضو معينه. يعني لو قال لك ريسبكت البوينت دي او الفيكسد بوينت دي هتعمل اللي احنا بنقول عليه دوت. تمام. فانا دلوقتي اكس وواي وزد، يبقى انت هتعملها هنا هترجعها للاوريجن بسالب اكس سالب واي سالب زد، عكس الاشاره. السكيل بتاعنا الطبيعي اللي احنا خدناه فوق، وبعد كده بترجعها تاني اكس واي زد، ده ترانسليت عادي خالص. يبقى تركز هنا بس هنا بعكس الاشاره، وهنا تيجي جاي بتنقلها زي ما انت واخد النقطه هنا على طول. تمام. فانا دلوقتي لو بقول لك مثلا سكيل بريفيوس اكزامبل اللي احنا خدناه فوق دوت، عند النقطه اللي 2 0 سالب 4، يبقى اول حاجه هتبقى بتعكس الاشاره. بص كده ترانسليت سالب 2 0 4. طب ثم هتعمل السكيل بتاعنا اللي احنا قلنا عليه 2 1 نص، ثم بقى هترانسليت ايه النقطه دي زي ما هي 2 0 سالب 4. بص كده 2 0 سالب 4. لو جينا نبص على الماتريكس اللي هو رصها هنا كده، ادي كده اول حاجه بترصها كده السالب 2 0 الا 4، وهنا السكيل بتاعنا العادي، وبعد كده هنا بترانسليت النقطه زي ما هو خدها بالظبط، ما بيغيرش في الاشارات. طب انا بضرب ازاي؟ هو قال بتضرب على الاله، بس هي الاله اخرها 3 في 3. ماشي. فانت بتاخد مثلا الاثنين ماتريكس دولت، النتيجه بتاعتها بتحطها هنا في المكان ده، اهم حاجه ما تغيرش الاماكن. تمام. فادي الاثنين ماتريكس دولت بتاخدهم تحطهم هنا، وبعد كده الماتريكس دي تنزل زي ما هي. بعد كده اللي بيطلع بتيجي ضرب الاثنين دول في بعض تحطهم هنا، وادي النقطه جنبك عادي ما فيهاش اي مشكله. طب الروتيشن بقى، الروتيشن دلوقتي انت عندك 3 دي. تمام. المهم انك تعرف الاسامي دي.
بيتش يا ورول اكس واي زد، تمام. فاحفظهم كده يعني اكس واي زد بيتش يا ورول، تمام. طب انا دلوقتي لو هروتيت حوالين الاكس بعمل ايه؟ بتشطب على الصف ده والعمود ده وتيجي راصص هنا كده. طبعا عندك الصفار والوحيد هنا دوت كده بيبقى محطوط ثابت دايما معاك. فانت بتيجي شاطب هنا صف عمود، وبعد كوزاين كوزاين ساين سالب ساين، ده عشان اكس، احنا هنا دوت الاكس فبتيجي شاطب هنا. طب انا لو واي دوت ثابت، ها، دوت ثابت معانا في كل حاجه عشان بس ما تتلخبطش. طب انا دلوقتي لو واي، طب واي مكانها هنا يبقى تشطب عندها كده، تمام. واللي اتبقى لك كوزاين كوزاين ساين سالب ساين، بس بتيجي في الواي بتبدل هنا، بتحط هنا سالب ساين وهنا الساين. طب انا دلوقتي لو زد بتشيل الزد، بتشطب على صف عمود وتقول كوزاين كوزاين ساين سالب ساين، بس كده. اهم حاجه بس تعرف فيتش يورول اكس واي زد، تمام. ودوت هنا بيوضح يعني الموضوع. هنا بقى بيقول لك مثلا مثال روتيت 45 درجة حوالين الاكس اكسس باستخدام فولوينج ماتريكس ديت، تمام. فانا قلت لك اكس يبقى اشطب كده، يبقى كوزاين كوزاين ساين سالب ساين، بتطلع الناتج عندك ما فيهاش اي مشكله. تعالى بقى للشير 1 اكسس دوت 3 دي بتاعك. طب انا دلوقتي لو هعمل اكس شيرنج ابوينت، انا عندي 3 دي، يبقى انت عندك اكس واي وزد، تمام. فلو هعمل اكس شيرنج دلوقتي يبقى انا هلعب يعني هغير في الاكس اكسس، تمام، او مش الاكس اكسس، هعمل شير في الاكس يعني في اتجاه الاكس، تمام. فيبقى انت هتاخد تناسبا مع الواي ومع الزد، فهتيجي جاي هنا هتحط واحد عند الاكس عادي، وبعد كده تقول لي عشان اخد تناسبا مع الواي ومع الزد ادي شير الاكس واي ادي شير الاكس زد، تمام. وبقيت المعادله الوحده بتاعتك زي ما هي. طب انا لو واي يبقى انا هاخد شير الواي دلوقتي في الاكس وشير الواي في الزد، فتيجي ادي كده شير الواي في الاكس ادي شير الواي في الزد، وبقيت المصفوفه عندك شغاله عادي ما فيهاش مشكله. طيب لو الزد بقى، طيب يبقى انا الزد دلوقتي يبقى انت هتاخد اكس وواي الشير فيهم، تمام. فيبقى ادي كده الاكس ادي كده الواي. يعني انت بتيجي عند الحته اللي هي تخص مثلا اكس يعني انا هنا مثلا اكس يبقى ده الصف الاولاني، هنا واي مثلا يبقى الصف التاني، هنا زد يبقى ده الصف التالت. وهتشوف هتغير فين، انا قلت لك زد يبقى الزد بتنزل زي ما هي، وبعد كده بتتشير مع الاكس ومع الواي، بس كده. طب دلوقتي لو بقى هتغير تو اكسس، يعني عندك مثلا زد دوت فيكسد، يعني يبقى بتغير في اتنين تانيين، الاكس والواي. طب انا دلوقتي لو هعمل اكس واي شيرنج ابوينت زد دوت مثلا فيكسد، يعني هي دي يا دي، يعني انت تعرف ده او ده، تمام. طب بتبقى عبارة عن ايه بقى؟ اكس وواي، تمام. يبقى انا دلوقتي هشير في الاكس وهشير في الواي، يبقى انا دلوقتي عندي مين المفروض انا هعمل معاه التناسب؟ الزد. طب مرة ادي الزد، مرة في الاكس ومرة في الواي، يبقى ادي المرة بتاعت الاكس ادي المرة بتاعت الواي. طب تعالى هنا كده اكس وزد، دلوقتي الواي فيكسد، تمام. الاكس وزد انا هشير في الاكس وهشير في الزد، حلو. طب يبقى مين ثابت عندي؟ الواي. تعالى عند الواي، انا هشير مرة في الاكس هشير مرة في الزد. طيب دلوقتي اكس زد، يبقى انا دلوقتي هعمل شير لمين؟ للواي والزد. جميل. دلوقتي يبقى انت عندك مين الثابت؟ يبقى انا عندي الاكس، يبقى تعالى هنا عند اول عمود، احنا قلنا واي وقلنا زد، بس المصفوفه بتاعتك عادي ما فيهاش اي مشكله. دلوقتي انت لو هتعمل بقى كومباينيشن ما بين كل دوت هترسهم عادي، هتشيل كل دوت وتحط كل واحده في مكانها. طيب بالنسبه بقى للبروجيكشن، البروجيكشن سيبك من الكلام ده كله، دي سنتر اوف بروجيكشن، السي او بي دوت هي سنتر اوف بروجيكشن، تمام. بتشتغل لو هو ما عطاكش نقطه معينه فانت بتشتغل على الزيرو زيرو زيرو، تمام. ادي اهم حاجه عندك الماتريكس دي، الماتريكس دي بقى مصفوفه الوحده، بس هنا خلي بالك انت هنا بتحط زيرو مش واحد زي ما احنا متعودين. طيب انا لما احط هنا زيرو انت هنا بتحط ايه؟ واحد على الدي دوت هو بيديها لك، بتبقى جيفن يعني، تمام. فانا دلوقتي مثلا عندك سؤال اهوت، فانا بقول لك هتاخد الام ديت اللي احنا الماتريكس اللي فوق دي تضربها في النقطه اللي عندك، بعد ما بتخلص الضرب بتاعك بيطلع الناتج بالمنظر دوت. طيب انا عايز اخلي دوت يبقى بواحد، هضرب في ايه؟ في المقلوب بتاعه، يبقى هضرب في الدي على الزد، تمام. فلما تيجي تضرب دي على الزد هتلاقيها بالمنظر ده، اكس في الدي على الزد واي في الدي على الزد. طب اشمعنى دي؟ ما انت لما تيجي تضرب في دي على الزد يبقى انت ضيعت دلوقتي ايه؟ هتشطبهم يعني مع بعض، يعني دي على الزد اهي، دي على الزد، يبقى هتشطب ده مع ده هيتبقى لك الدي، وهنا دوت هيبقى دوت كده معاك بواحد، بس كده. دوت يعني المحاضرة. بس هنا في نقطة بس بيقول لك ايه سنتر اوف بروجيكشن، لو حطيت البوينت دلوقتي عند اي بي سي يبقى انت دلوقتي هتعمل ايه؟ ترانسليت فيو للاوريجين، يبقى انت هتعمل ترانسليت زي ما خدناها فوق كده. فين؟ اهي هنا. يبقى اول حاجه هتنقلها سالب ايه؟ سالب بي سالب سي، وبعد كده هتيجي عامل الماتريكس بتاعتنا العاديه دي اللي هي بتاعت البروجيكشن، وبعد كده هتيجي عامل ترانسليت اي بي سي تاني، ما فيهاش اي مشكله. بس يعني دي كانت المحاضره كده، اتمنى اكون قدرت اوضحها بشكل كويس على قد ما اقدر.